حبيبي، عشان ما توجعش دماغك ودماغنا معاك وتسحن لنا الدنيا على الفاضي، تعال خد الكلمتين دول. الحياة مش عادلة، والسوق صعب، والوحيدة اللي ممكن تطبطب عليك هي الست الوالدة. هي الوحيدة اللي هتقولك انت حلو والباقي وحشين. فلو مش قدها اتفضل خليك جنبها، وصفحتنا مش مكانك. اما بقى لو قدها، تعال اقولك هنعمل ايه. مادام قررت تنزل السوق هتعمل 4 حاجات. رقم 1، لازم يكون ليك سلوجان، شعارك الخاص. كل يوم الصبح هتصحى تقول I am unbeatable. I am unbeatable. أنا لا أهزم. هتتكعبل وهتتأذي وهتتعور وهتاخد بالبنية في نص وشك. نفض وكمل. عادي جدا تتأذي، لكن العراب لا يهزم. رقم 2، مادام قررت تنزل السوق فانت لازم تقدم قرابين، او بالبلدي ترمي بياضك. ايه بياضك؟ رقم 1، وقتك بالكامل. رقم 2، مجهودك بالكامل ما تبخلش بيه. مهمة قوي، كامل تركيزك. السوق مليان تفاصيل، فلازم تكون ملم بكل التفاصيل اللي حواليك عشان الدنيا ما تهربش من تحت ايدك وتلاقيها بتجري من جنبك وانت مش عارف تحصلها. قدمنا القرابين، هنخش للمرحلة الثالثة وهي خطة العمل. رقم 1، الموتيفيشن. كل يوم لازم تجدد الحافز بتاعك. انا عايز اجيب عربية، انا عايز ادفع ديوني، انا عايز اجيب فيلا. ايا كان الحافز بتاعك لازم تجدده كل يوم. رقم 2، تارجتين. تارجت لحظي بتاع النهاردة، انا نازل النهاردة اعمل كذا، عايز اوصل لكذا النهاردة. وتارجت طويل الامد، واوعى ثم اوعى تعمل له ديدلاين. يعني ما ينفعش تقول انا عايز اجيب عربيه اخر السنه. اوعى تعمل الكلام ده، هتيجي قبل اخر السنه بشهر تتوتر وتلاقي نفسك الدنيا ايه اللي انا عملته ده كله في الهوا ده راح. لا، انا عايز اجيب عربيه، انا عايز اجيب فيلا، خلاص، وانا ماشي في طريقي صح ان انا اجيب الفيلا. تالت نقطه، تو دو ليست. كل يوم الصبح لازم يكون معاك قائمه مهام. انا هعمل ايه النهارده؟ انا مطلوب مني ايه النهارده؟ مفيش بياع من غير قائمه مهام. ودايما نصيحتي ليك، اعملها نقط، ودايما ابتدي بالاسهل. هتيجي في اول 2 3 من اليوم تلاقي نفسك عملت شويه حلوين فيفتحوا نفسك، فتبتدي ايه؟ تكمل يومك بنفس قوه البدايه. رقم 4، التنفيذ او الاداء. ده نقطتين بس. رقم 1، your constitution. دستورك الشخصي. ايه اللي هو دستوري الشخصي؟ الحاجة اللي انا، القوانين اللي انا بلزم نفسي بيها. انا لا اكذب، انا ما بقعش. ايا كان حط لنفسك دستور وطبقه بالملي. كل قاعدة ما دام انت اللي كاتبها، موت على تنفيذها. ده الدستور بتاعك، ده اللي هو القوانين اللي هتحكم تعاملك مع الناس. رقم 2، يور سيلز كود. قوانين البيع بتاعتك. قوانين بيعي يعني ايه؟ يعني انا في بيعتي بتبع خطوات مرتبة. انا بعمل 1 2 3 4. احرص على تنفيذ القواعد دي بالظبط زي ما انت كتبتها لنفسك. هو ده الفرق بين البياع العادي والبياع اللي كمل واللي احترف، اللي بقى بعد كده بيبيع وهو مغمض. ليه؟ لان هو عنده طريقة بيع، عنده طريقته الخاصة بيه، اللي هي الوصفة بتاعته اللي هو بيديها للناس اللي تحته. ما عجبتكش وصفتي عدل عليها، شوف انت تقدر تعمل منها ايه وما تقدرش تعمل منها ايه. لكن في الاخر البياع او صاحب البيزنس هو ليه قانون بيحكم تعامله مع كل صفقة. عملنا ده كله، النجاح جاي. تحس انه صعب بس تنفيذهم سهل جدا. كل القصة ان انت تكون محافظ على ان انت ملتزم باداء القواعد دي كلها، وشايفها بالنسبة لك قواعد غير قابلة للاستثناء. في الحالة دي النجاح جاي. طب النجاح ده مش ليه قواعد؟ في الفيديو الجاي هنحكي قواعد النجاح كلها اللي هتعملها في كبسولة قد كده. هيبقى فيديو مهم قوي، خدوا بالكم الفيديو ده. يا ريت، احنا هننزله ريلز، بس يا ريت تكملوه للاخر لان الفيديو ده فعلا فيه عصارة مهمة جدا، وقد تكون اساس تمشي عليه ناس كتير فيما بعد. وشكرا.